وفي يوم صحيت من النوم علشان اشرب، لقيت عمو خالد بيقول لماما بقولك ايه، انا زهقت من عيالك دول. قالت له طب هعمل ايه، هوديهم فين، ما هو ده بيت ابوهم. قال لها لو تسمعي كلامي ونخدر الواد مازن ابنك وناخد كليته هنقب على وش الدنيا ومحدش هيحس بحاجة، واللي هيسأل هنقوله الواد كانت عنده الزايدة تعباه شوية وعمل عملية وشالها. كنت منتظرة من ماما تقوله لا طبعا ده ابني وعمري ما اعمل فيه كده، بس كان ردها هو الصدمة الحقيقية بالنسبالي. قالت له فكرة حلوة، احنا ناخد كلية الولد وبعدها نعمل نفس الموضوع وناخد كلية البنت. دخلت اجري على الأوضة وانا بعيط وخايفة ومش عارفة اتصرف ازاي. وتاني يوم لقيت ماما بتعامل اخويا باسلوب كويس جدا لأول مرة في حياتها. قالت له مازن حبيب ماما انا هاخدك النهاردة عشان اشتري لك لبس جديد. مازن يا حبيبي فرح وقال لها بجد يا ماما؟ قالت له بجد يا حبيبي. قلت لها وانا يا ماما؟ قالت لي انتي خليكي بكره يا جنى. قلت لها لا يا ماما سيبي مازن، مازن مش هيروح في مكان. قلت له ما تروحش معاها يا مازن. مازن قال لي انتي متضايقه ليه؟ عشان ماما هتجيب لي لبس؟ طب ما هي قالت لك بكره يا جنى هتجيب لك انتي كمان. ومازن حضر نفسه وكان فرحان وقال لها يلا يا ماما عشان نمشي. وفعلا مشيوا، وكانت اخر مرة اشوف فيها